عندي سؤال في موضوع المخ ده بالذات، دايما بنشتكي انه بينسى ومش مركز وبيتوه وبيخاطر وما بيحسبش حساباته. فالوقت ده والحاجات العصبية اللي حضرتك بتقولي والمخ، هو ده بيحصل ايه؟ هو فعلا بينسى؟ هو بيتوه؟ هي دي مرحلة التتويه مثلا؟ ولا ده بيحصل ليه خناقات دايما ده اسمها على طول الخط؟ انا مش حاسه قوي انه بيتوه، لان مفيش حاجه علميه بتقول كده، لانه بالعكس ده بيتقال ان ذكاء 30% من المراهقين بيزيد في المرحله دي. اللي بيحصل انه ممكن يكون عنده حاجات كتيره في طبقه، يعني عنده حاجات كتير شغلاه، يعني حاجه حصلت الصبح ومش عارف النظره اللي بصوها له دي يعني هو كويس ولا وحش. عنده صراعات مع طول الوقت، انا ورايا ايه ومش ورايا ايه، مش حاجات مهمه، لا حاجات يعني تاسكات مطلوبة مني يمكن زيادة قوي، ماما عايزة حاجات كتير فالمخ بي اوفرلودد. مش حاسه قوي انه يفرق معاه انت عايزه ايه. أوكي. يعني المراهق مش في دماغه يمكن دي حاجة اهله. اللي بتضايق الأمهات، إنه هي عايزة حاجات، هو عايز حاجات فبينسى اللي هي عايزاه، فهي بتحس إن هو مش مركز. انا حاسه ان اكتر حاجه بتحصل جوه المراهق انه بيستغربنا قوي، لان احنا لما بنبقى مش فاهمين هو بيعدي بايه بنبقى عاملين زي اللي جاي من كوكب تاني. يعني هو راجع من المدرسه، اصحابه قالوا له كلام مش لطيف، مثلا في بنت عجباه ومش عارف يتكلم معاها، متضايق من نمر جابها ومش عارف يعمل ايه، حاسس. ودي حاجه بتحصل كتير، بيحسوا يعني جزء كبير من اللي انا بحاول افهمه، سالت المراهقين بيقولوا بيحسوا في فراغ جواهم مش عارفين سببه. مشاعر حزن بتيجي فجاه، لانه المشاعر كتيره قوي، فممكن يبقى فجاه في احاسيس كتيره قوي. فلما هو راجع بكل ده وماما تقول له انت ما وضبتش اوضتك، بحس ايه ده؟ ايه الصدمه دي؟ انت مين؟ يعني فطبعا بينفض لثلاث ارباع الاهالي في الوقت ده، لان وهم مش فاهمين بيكملوا يبصوا في صراعاتهم بتاعت غسلت وشك، استحميت، وضبت اوضتك، بتتكلم مع مين في التليفون. يعني ما بتبقاش فاهمه انه في حاجه حاصله جوه كبيره قوي، وهو محتاج يفت ان، ومحتاج يعني يلاقي مكانه ويلاقي نفسه، يعرف هو مين. وجوه حاصل حاجات هو نفسه مش عارف يقولها، يعني مش ان هو عارف وفاهم ومظبط ومقرر، لا هو نفسه في حاله من الصناعه. يعني كاني عايزه اقول حاجه بتتعمل، يعني زي ما قلنا بذره الناضج في مرحله انتقال، هو بيحاول ينقل حاجه، بيكون الكيان اللي هو الناضج اللي جوه، مش عارف، يعني هو متلخبط قوي قوي قوي، اكتر ما احنا متخيلين، على مستوى مشاعره، على مستوى مخه في حاجات بتتغير. حتى حاجه من الحاجات اللي بتحصل ان هو ابتدى يقيس كمان كل المسلمات. يعني المراهق في المرحله دي مفيش حاجه اسمها ماما وبابا قالوا كده او الناس بتقول كده، هو خلاص دلوقتي كل حاجه مين قال. وان ما كناش نفهم ده ونقدره ونحترمه ونروح معاه، مش لازم نلاقي اجابات. ودي حته بتهدد الاهل. يعني انا بحس ان الاهل في المرحله دي بيبقوا عاملين زي عايزين يحافظوا على اتزان معين كده، عايزه ادوس عليه عشان يفضل مكانه. يفضل مكانه ليه؟ ده هو لازم يكبر، فلازم يفكر. بنخاف غالبا من اسئلتهم، بنخاف لا يتحدونا لما نعرفش الاجابه. مفيش مانع ما نعرفش الاجابه، على فكره مفيش اي خطر ان احنا ما نعرفش اجابات، بس الاستيعاب والفهم والسمع الكويس، والسمع اللي هو انا بسميه اكتف، او يعني بسمع وانا بحاول افهم انه انا ما عنديش اجابه لده او انا مش فاهم ده. فدي حاجات مهمه قوي احنا ممكن نقدمها للمراهق في المرحله دي. اولها اني اقرا وافهم هو بيعدي بايه، دي اول خطوه في رايي.